مرحبا بكم في قناة ميديا جزائرية، أول قناة إخبارية في الجزائر على منصة اليوتيوب. لا تنسى الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس لتكون أنت أول شخص تصلك الأخبار في دقيقتها. نجم ريال مدريد رونالدو أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي. مثل الاثنين نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم كريستيانو رونالدو أمام المحكمة بعد أن وجه القاضي الإسباني إليه تهمة تهرب ضريبي تفوق 14 مليون يورو. وبحسب خبراء في قضايا الضرائب قد يواجه رونالدو في حال إدانته غرامة لا تقل عن 28 مليون يورو وعقوبة بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف. مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الاثنين أمام محكمة قرب العاصمة الإسبانية في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو، لينضم إلى سلسلة من اللاعبين الذين واجهتهم سلسلة الضرائب الإسبانية. ومثل رونالدو أمام القاضي عند الساعة 11:30 قبل الظهر ليوم الاثنين، ووصل النجم البرتغالي إلى المحكمة في سيارة ذات زجاج داكن ولم يدل بأي تصريح، إلا أنه من المتوقع أن يكون بذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع إليه. وأكد متحدث باسم فريق الدفاع عن رونالدو لوكالة فرانس بريس أن البرتغالي سيذهب ويمثل بشكل طبيعي رافضا الدخول في تفاصيل. ولن يكون الدولي البرتغالي الذي تصنفه مجلة فوروبس الأمريكية المتخصصة كالرياضي الأعلى دخلا في العالم أول لاعب يواجه تهمة بالتهرب الضريبي في إسبانيا، إذ سبقه في هذه الخانة عدد من اللاعبين أبرزهم غريمه الأبرز في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي. وحكم على ميسي ووالده خورخي عام 2016 بالسجن 21 شهرا لإدانته بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 ملايين يورو، إلا أن القضاء الإسباني قرر في تموز الحالي استبدال عقوبة السجن التي كانت لم تنفذ في أي حال بحسب النظام القضائي في إسبانيا والاستعاضة عنها بغرامة مالية إضافية. ويوجه القاضي الإسباني إلى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14.7 ملايين يورو واستغلال هيكلية شركة أنشئت في العام 2010 لإخفاء مداخيل حصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور عن سلطات الضرائب. وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو خرقا إراديا لالتزاماته الضريبية في إسبانيا، وذلك عن طريق شركات أوفشور مقرها في الجزر العذراء البريطانية وأخرى في إيرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.